السلام عليكم واهلا بيكم في محاضرة جديدة من كورس Business Analysis Fundamentals. في المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا عن الجزء النظري اللي كان عبارة عن مقدمة للكورس، وعرفنا اهم السكيلز اللي موجودة اللي لازم تكون موجودة عندك كبزنس اناليست، وليه الشركات بتهير البيزنس اناليست. وهنبدأ النهاردة في اول المحاضرات العملية، وزي ما قلنا ليه الشركات بتهير البيزنس اناليست، وعرفنا ان هو التشينج ايجنت اللي هو وكيل التغيير في الشركات. فهنبدا اول محاضره عمليه النهارده، وهنعرف ايه هو التشينج، وهنعرف ابروتشنج تشينج، نهج التغيير ده بيتم ازاي، وازاي الاورجانيزيشنز بتريسبوند تو نيد. تعالوا نعرف ايه هو التشينج. الاي بي اي اللي هي الجمعيه الدوليه لتحليل الاعمال بتعرف التشينج على انه ترانسفورميشن ان ريسبونس تو ا نيد، يعني التغيير يحدث نتيجه استجابه لحاجه معينه في الشركه. الحاجه دي ممكن تكون ان هم عاوزين يطوروا منتج جديد، او في مشكله حاليه عاوزين يحلوها، او في opportunity، في فرصه محتاجين ان هم يستغلوها عشان تساعدهم على النمو في السوق. طيب تعالوا نشوف ازاي بيتم التشينج داخل الشركات. اول حاجه عشان يحصل تشينج لازم اعرف الاحتياج بتاعي ايه اللي انا محتاجه بالظبط. need identified، حدد الحاجه اللي انا محتاجها، او البروجكت بتاعي محتاجها، او الشركه بتاعتي محتاجاها، والحاجه دي هي بتحل مشكله او فرصه. يبقى نوضح هنا النيد. اول حاجه عشان احدث تشينج لازم يكون في نيد، والنيد ده بيكون عباره عن بروبلم، مشكله، او opportunity، فرصه هتساعد على نمو الشركه، او مشكله هتحل حاجه في البروجكت بتاعي او في البيزنس بتاعي. تاني حاجه ان انا ابدا بعمليه التشينج، اعمل عمليه ترانسفورميشن انيشيتد، بدء التحويل. ابدا احول النيد بتاعي لسوليوشن. في النص بيكون هو التشينج، التغيير. يبقى التشينج هو استجابه بتحصل لحاجه جوه الشركه. الحاجه دي ممكن تكون فرصه او ممكن تكون مشكله. طيب تعالوا نشوف مثال عملي على الكلام اللي احنا قلناه ده. في المثال ده مثال بسيط هنعرف بيه ازاي التشينج بيتم. عندي شركة شحن. الشركة لاحظت ان التواصل بين السواقين ومراكز التوزيع مش فعال، او مركز التوزيع بيكون عنده شحنات معينة، وحابب يعرف الدرايفر موجود فين، عشان لو في شحنة موجودة في مركز التوزيع قريبة من مسار السائق ده ياخدها معاه ويوزعها. ففي حاجة هم محتاجينها، ان هم يعرفوا مكان السائق ده فين دلوقتي. كل موظف في مركز التوزيع يعرف السائقين موجودين مكانهم فين دلوقتي، او يتتبعهم ازاي. فالشركة قررت تعمل موبايل ابلكيشن، الهدف منه ان هم يقدروا يتابعوا السواقين فين بالظبط ويوصلوا لهم التعليمات. النتيجة هنا هيحصل ايه؟ هيحصل ترانسفورميشن، تحول في الطريقة اللي هم بيتواصلوا بيها بين السائقين وموظفين مراكز التوزيع. وده طبعا هيساعدهم ان هم يحسنوا التواصل ما بين موظفين مراكز التوزيع والسائقين. تعالوا نشوف التشينج ده هيتم ازاي. اول حاجه ايه احتياج الشركه اصلا اللي كانت محتاجاه عشان تبدا تعمل التشينج ده؟ الشركه محتاجه ان هي تتبع السواقين لحظيا، ريل تايم تراك. طيب الاوبورتيونيتي او الفرصه، ايه هي الفرصه من الاحتياج ده؟ الاحتياج ده هيؤدي الى ايه بعد كده؟ هيعمل لي تحسين للتواصل ما بين السائقين وموظفين مراكز التوزيع، فبالتالي هتكون عندي الخدمه افضل. هقدر ان انا اوصل الاوردرات بتاعتي بسرعه، هقدر ان انا احسن اقلل التكاليف على الشركه، ان انا اوصل كذا اوردر في نفس المسار بتاع السائق. فالشركه قررت ان هي تعمل السوليوشن، الحل، ان هي تطور تطبيق موبايل يعمل الحاجه دي. طيب تعالوا نشوف مثال تاني على التشينج. في شركه عندها موقع اي كوميرس، وكانوا بيلاحظوا ان العملاء بيوصلوا لصفحه التشيك اوت وبعد كده بيخرجوا ما بيكملوش الدفع. ده نوع من التغيير ناتج عن مشكله حقيقيه موجوده، ان الشركه دي او المتجر ده بيخسر عدد كبير من العملاء. فالشركة دي قررت تعمل ايه؟ قررت ان هي تحسن اليوزر اكسبيرينس في
الستور بتاعنا. يبقى ايه الاحتياج اللي موجود دلوقتي؟ الاحتياج اللي موجود دلوقتي نوعه مشكله، احنا محتاجين ان احنا نحسن تجربه اليوزر اكسبيرينس للدفع عشان نقلل العملاء اللي احنا قاعدين نخسرهم كل لحظه، او كل ما يدخلوا صفحه التشيك اوت يخرجوا منها. المشكله ان صفحه الدفع اللي موجوده في الوقت الحالي معقده، وده بيخلي العملاء يقرروا ان هم يخرجوا من الصفحه وما يكملوش. الصفحه دي ممكن يكون فيها داتا زياده بتطلب من العملاء ملهاش لازمه، فيها وسائل دفع مش متاحه اصلا عند العميل ده، او مفيش فيها اكتر من خيار قدام العميل ان هو يقدر يدفع بيه. فقرروا ان هم السوليوشن بتاعهم ان هم يحسنوا اليوزر اكسبيرينس وانها تكون مبسطه وتركز على الهدف اللي هي بتعمله، ان العميل يتم عمليه الدفع، عمليه تشيك اوت بوقت قليل وبطريقه سهله. فهنا التشينج تم نتيجه لمشكله. طيب تعالوا بعد كده نعرف ايه انواع التغيير داخل الشركات. types of organizational change. ايه انواع التغيير داخل الشركات؟ عندنا اكتر من نوع من التغيير. اول حاجة التغيير ده بيكون نتيجة لاعتمادات تقنية adopting new technologies، او الشركة محتاجة تطور من التكنولوجيز الموجودة عندها وتستبدلها بتكنولوجيز اكتر احترافية او مواكبة للسوق. تاني حاجة ان هي تحسن عمليات موجودة عندها في الوقت الحالي process optimization علشان تعلي كفاءة البيزنس بتاعها او البروجكت اللي موجود عندها. تالت حاجة ان هي تعمل عملية launching new products or service، ان هي تطلق منتج جديد او خدمة جديدة. يبقى عندنا 3 انواع من التشينج داخل الشركات، ان هو ممكن يكون اعتمادات تقنية جديدة او اعتمادات تقنية حكومية مفروضة على الشركة ان هي لازم تعملها، او ان هي تحسن بروسيس موجودة في البروجكت او في البيزنس عموما، او ان هي عاوزة تطلق سيرفيس جديدة او برودكت جديد. رابع حاجة بيكون التغيير ناتج لاستجابة لحاجة بتحصل في السوق او فيدباك من الكاستمر responding to market or customer feedback. يعني ممكن التغيير ده في حاجة جديدة بتحصل في السوق او بتحصل مع المنافس اللي موجود للبيزنس بتاعي او للبرودكت بتاعي، فانا محتاج ان انا اعمل تشينج عشان يستجيب للتغيير اللي المنافس بتاعي او السوق قاعد يتغير. او عندي فيدباك سيء من العملاء او عندهم مشكلة في حاجة معينة، فانا محتاج اعمل التشينج ده عشان يحسن الحاجة دي. دايما التغيير ده بيكون معاه ريسك، بيكون معاه مخاطرة. المخاطر بتاع التشينج اول حاجة عندي ان هو بيستهلك الوقت والموارد بتاع الشركة. تاني حاجة ان هو بيكلف financial investment، تكاليف مالية كبيرة. تالت حاجة ان هو ممكن يعمل لي organizational disruption، يعني اضطراب في بيئة العمل وتنظيمها. فلازم التشينج بتاعي لازم يكون محسوب، لان التشينج لو ما تمش بالشكل الصحيح هيحصل عندي مشاكل كبيرة جدا. فالنقطة الأساسية في التشينج ان هو لازم التشينج ده يتنفذ بشكل صح، لانه بيأثر بشكل مباشر على النجاح او فشل التغيير اللي انا بعمله ده. وبكده النهارده ان شاء الله تكون محاضرتنا انتهت، وعرفنا يعني ايه التشينج، وعرفنا ايه انواع التشينج اللي بتتم داخل الاورجانيزيشنز، وعرفنا ان التشينج ده بيجي معاه ريسك، وعرفنا انواع المخاطر اللي بتيجي مع التشينج، وشرحنا اكتر من مثال عملي يوضح التشينج ده بيتم ازاي. واشوفكم في محاضرة جديدة على خير ان شاء الله.